حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده حاجه حلوه قوي. اكله سهله جدا وبسيطه، تقدري تعمليها في غدا ممتازه، هتعمليها في عشاء حلوه جدا. هعملها معاكم النهارده، هي كبد وقوانص الفراخ. انا معايا هنا الكبد والقوانص والقلوب بتاعت الفراخ دجاج، غسلتها كويس جدا وحطيتها في ملح وخل وفي الميه، ومعاها معلقه سكر، نقعتها نص ساعه وغسلتها كويس. معايا واحدة بصل وفلفل الوان، تقدري تزودي كمية البصل وكمية الفلفل حسب ما تحبي. اول حاجة دلوقتي هجهزها، هي مية سخنة على النار، هحط فيها القلوب والقوانص. الكبدة مش هنزلها دلوقتي، هخليهم بس يستووا شوية عشان القنصة بتبقى اتقل شوية في التسوية، تستوي. بعد كده هسلق الكبدة وهطلعها. على بال ما تكون الكبدة والقنصة والقلب كده استووا، هاخدهم دلوقتي الخضار اقطعه. هقطع الفلفل بأي طريقة تحبيها، انا حابة النهاردة ان انا اقطعها تكون قطع كبيرة شوية، ما تكونش مكعبات صغيرة. والبصل برضه هقطعه بنفس الشكل كده اللي انتوا شايفينه، مكعبات. حابة تعمليه كله مكعبات او تعمليه كله شرايح، هيبقى حلو قوي معاكي. هاخد بقى قطعة البصل اللي فضلت دي، هحطها معايا في المية تغلي كده معاهم، بتديها نكهة برضه حلوة. وبعد ما هتستوي انا هطلعها وهنشيلها من المية دي وهقطعها، وابتدي معاكم بقى ايه في التجهيز. تمام، انا طلعتها اهو بعد ما الكبده استوت والقنصه استوت كويس. قطعتهم كده قطع على حسب ما انتي تحبي، كبيره او صغيره. وهنبتدي بقى ايه نكمل التسويه معاكم. هنا الطاسه فيها معلقه كده من السمنه، هنزل بالبصل هقلبه كده شويه، هخلي البصل يدبل ولونه يبتدي كده يتغير عشان ابتدي اكمل بقى في التسويه بتاعته. تمام، الاكله دي حلوه جدا وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. وانا كنت بجهزها كده كنت حاطه شويه رز ابيض على النار عشان ايه اعملها معاها، تبقى وجبه كده متكامله حلوه قوي. هنا اللون البصله معايا اصفرت ودبل. نزلت بالكبد ورحت حاطه عليها رشه بس من الملح ورشه من الفلفل. بصوا مفيش اسهل من كده، لا توابل كتير ولا حاجات كتير تكعبل الدنيا، لا هما ملح وفلفل زي الفل. هنا بقى انا جبت معلقه من معجون الطماطم، حطيتها عليها وبقلبها كده شويه عشان خاطر تسخن معايا. بعد كده هنزل بشويه من الميه عشان افكها. لو انتي حابة تعمليها بعصير طماطم، يعني طماطم تعصريها وتحطي شوية منها، هتبقى حلوة. بس انا فضلت ان انا اعملها بمعجون الطماطم، بتديها طعم حلو كده ولذيذة وبتبقى جميلة معايا. شوية الصوص اللي انا حطيتهم المية دول عشان خاطر يتبلولي كمان البصل، وفي نفس الوقت بيطعموا الكبد والقوانص، وبيبقى فيها صوص كده خفيف، بتبقى طعمها لذيذ. بعد شوية كده رحت حاطة عليها الفلفل. الفلفل ده مش بسويه كويس، انا يا دوبك بخليه يدبل. هي طبعا الكبد والقوانص مستوية كويس جدا، بس بتاخد من الطعم كده مع بعضها، تتشوح مع البصلة والفلفل بيدبل كده. خلصت معايا مفيش دقايق، غرفتها مع شوية كده من الجرجير. وانا كنت عاملة زي ما قلت لكم الرز الابيض الحلو ده عشان ايه الولاد ياكلوه كده هم مبسوطين. تقدري تعمليها مع رز ابيض، مع مكرونة، او تعمليها لهم في سندوتشات في غدا او في عشاء. حلوة قوي وطعمها جميل غير لما بتتسلق وتتاكل كده بس. الطريقة دي حلوة قوي قوي، بتعمليها بكل سهولة، ما فيهاش لا توابل ولا حاجات كتير جدا، لا هي حاجات بسيطة في دقايق بتكون خالصة معاكي. لو انتي حتى مستعجلة تقدري تعمليها في اي وقت بسرعة كده. وهي مفيدة طبعا لأولادنا مع الفلفل والحاجات دي بتبقى جميلة جدا، وجبة حلوة ولذيذة. اتمنى ان انتوا تجربوها. اشوفكم دايما بخير. سلام.